فيديو النهارده مميز جدا، فيه تريكات كتيره جدا لازم نشوفها عشان نطلع احلى فايش صعيدي كده زي ما انتم شايفين. يلا بينا نشوف الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. اول حاجه هنا معايا الخميره الاولانيه كده زي ما انتم شايفين. الخميره بتاعتي طول ما ظهرت قدامكم بالطريقه دي يبقى فعلا كده الخميره بتاعتي تمام. دي كانت عباره عن كوبايه من اللبن المغلي الجاموسي وعليه معلقتين من الحمص المطحون، بحطهم على بعض وبغطيهم بالبرطمان بس بقلبهم حلو جدا، وبحطهم في مكان دافي لمده 24 ساعه زي ما انتم شايفين كده. يعني مثلا لو حطيتها 10 بالليل ارجع لها تاني يوم الساعه 10 بالليل. التخميره التانية عباره عن كوبايه من الدقيق، معايا كوبايه هنا من الميه الدافيه. ببتدي انزل واحده واحده على الميه زي ما على الدقيق زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا مش عايزاها سايله جدا، انا عايزاها عباره عن زي العجينه السايله، ما تبقاش سايله قوي او ان انا احط كوبايه الميه كلها، لا، انا عايزاها تبقى عامله زي العجينه السايله زي ما انتم شايفين كده. اتبقى ربع كوبايه من الميه من الكوبايه، وبعد كده ببتدي ان انا افتح الخميره الاولانيه بتاعتي علشان هنزل بيها على الخميره التانية. يا جماعه الخميره الاولانيه هي اساس طبعا كل المراحل اللي جايه، وطريقه التخمير يا جماعه لازم تكون مظبوطه. نفوق كده للتركات اللي احنا بنقولها علشان نمشي عليها مظبوط عشان نطلع احلى فايش صعيدي بجد. الطعم والريحه بجد من الاخر هخليك تفوقي الصعايده نفسهم في عميل الفايش. اهم حاجه نمشي بالظبط على الطريقه والتخميرات. طبعا انا عارفه ان الفيديو بتبقى طويل شويه بس بجد فيديو مهم جدا ومفيد جدا للناس اللي بتحبه او الناس اللي بتحب ان هي تعمله بس مستصعبه الطريقه. اهم حاجه نمشي بالظبط على الطريقه والمقادير، ونمشي على التركات اللي انا بقولها والطرق التخمير عشان يطلع في الاخر النتيجه معايا مرضيه. حطينا الخميره الاولانيه على التانية وبعد كده هنغطيهم بكيس استرتش وبنعينهم برضو في مكان دافي لمده 5 ساعات. الخميره هنا بتاعتي التانية زي ما انتم شايفين طول ما عملت الفقاعات دي على الوش يبقى الخميره بتاعتي كده تمام خمرت. بسيبها على جنب كده وببتدي احضر السوائل بتاعتي. عباره عن كوبايه من السمنه البلدي، وبعد كده حطيت عليها كوبايتين من اللبن السخن. اهم حاجه مش سخن قوي يا جماعه عشان برضو ما يوقفش الخميره بتاعتي. اللبن يا جماعه يكون دافي، اهم حاجه اللبن يكون دافي ميبقاش بارد. وحطيت 3 معالق من السكر، وبعد كده معلقه من الكركم. ما نكترش كركم يا جماعه علشان كتر الكركم ممكن يخليه يمرر. معلقه واحده على الكيلو، وبقلبهم حلو قوي كده زي ما انتم شايفين. وبرده هسيبهم على جنب علشان اشوف الخطوه اللي جايه بعد كده هتكون ايه. نمشي زي ما انا بقول لكم على التركات دي والخطوات علشان النتيجه بتاعتك تطلع حلوه في الاخر وتحسي ان الفايش طعمه وريحته بجد جنان. الخميره بقى بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا طول ما ظهرت الفقاعات ديت قدامك تعرفي تمام ان الخميره بتاعتك مظبوطه. ابتديت ان انا حطيت الخميره على اللبن والمحلب والسمنه والكركم والسمنه، وبقلبها حلو قوي زي ما انتم هتشوفوا كده. وبرده بسيبها على جنب علشان الخطوات اللي جايه لسه كتير. معلش طبعا انا عارفه ان الفيديو طويل لكن فعلا مهم كل تركات ما ينفعش نسيب ولا حاجه ما نقولهاش علشان الفايش بتاعك يطلع مرضي والنتيجه تطلع مرضيه، وتدعي لي فعلا تقولي انا اخدت احلى طريقه فايش صعيدي على اصوله من مملكه الحلويات. بعد ما حطينا الخميره وقلبناها حلو بسيبها بقى على جنب واشوف الباقي انا هعمل ايه. اول حاجه هنا كمان معايا كيلو كامل من دقيق سنبله الفرات. طبعا الدقيق اللي انت بتفضليه مفيش اي مشكله هنا بالنسبه للفايش، اي نوعيه انت بتستخدميها. كيلو زي ما انت شايفه كده. طبعا ما ننساش رشه الملح ده اساسي طبعا، ومش منخولة عادي يا جماعة مفيش مش أي مشكلة. حطيت عليه 3 معالق زي ما انتوا شايفين كده من السمسم المتحمص، وهحط عليه معلقة من البيكنج باودر. والمحلب يا جماعة معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين كده، بجيبهم من عند أي عطار وبطحنه تمام. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. بقلب كل ده مع بعض حلو كده زي ما احنا شايفين. اهم حاجة يا جماعة المحلب بجيبه من عند العطار بطحنه وبحطه، بيبقى عامل زي الحبوب كده بتاعت الغلة. بجيبه وبطحنه وبحطه على الدقيق بتاعي. ممكن هو عبارة عن ازازتين او كيسين، بطحن الكيسين وبحطهم زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي بقى انزل بالسوائل بتاعتي على الدقيق وببتدي بقى اعجن العجينة بتاعتي. لو عندك عجان مفيش مشكلة، ممكن تعجنيه بيها مفيش اي مشكلة. انا هنا حبيت ان انا اعجن بايدي علشان طبعا الطريقة تبقى واضحة قدامكم اكتر من العجان.
زي ما انتوا شايفين كده ابتديت بقى الم في العجينه بتاعتي، وبكون كمان محضره نص او 3/4 كوبايه من السمنه علشان هي اللي انا هلم بيها العجينه بتاعتي. طبعا ما نسيبش اي حاجه في البوله يا جماعه، عشان طبعا المقادير والسمنه البلدي طبعا بتديله ريحه روعه جدا جدا. وبجد الفايش برضو اساسي في السمنه البلدي، بتخليه طعمه وريحته بجد حكايه. طبعا هي انا السمنه طبعا البلدي مسيحاها شويه طبعا وحطها في البرطمان، وابتديت انزل بيها واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده على الدقيق بتاعي، عشان ببتدي ان انا الم العجينه بتاعتي. الدقيق ده كله يا جماعه انا خلاص مش عايزاه يظهر، بيتلم مع السمنه اللي انا بحطها. اهم حاجه زي ما احنا ماشيين على التريكات دي، علشان الفايش بتاعي لسه كمان فيه تخميره وتخميره تانية، امشي بالظبط علشان التخميره التانية واللي جايه مهمين جدا. بعد ما عجنت العجينه بتاعتنا بقى واتلمت وحطيناها برضو في مكان ساعتين 3، خمرت زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اطلع الخميره منها، وهنشوف بقى برضو هنعمل ايه في الخطوه اللي جايه دي كمان. معلش طبعا الفيديو طويل لكن مليان بصراحة تريكات مهمة جدا جدا، لازم نشوفها للآخر. هبطنا كده بقى العجينة بتاعتنا، دهنا ايدينا كده مسحة من السمنة، وببتدي ان انا اعمله قرص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا ممكن نعمله قرص، ممكن نعمله صوابع زي ما يا جماعة ما بنصبع الكفتة كده، يعني عشان تبقى طريقة بسيطة وواصلة لكم. زي ما احنا بنصبع الكفتة كده هنعملها دلوقتي. طبعا هنشوف كل حاجة تبقى واضحة قدامنا. هنا انا حبيت الاول ان انا اعمل زي ما انتوا شايفين كده كأنها قرص، وببططها قدامكم كده. طبعا ايديا طبعا بتكون فيها زي مسحة من السمنة. سمنة بلدي يا جماعة بتديله طعم وريحة بجد من الاخر. هنعمل بقى الصوابع طبعا اللي هي اساسي طبعا بالنسبه للصعيد، طبعا بيبقى الصوابع طبعا اكتر حاجه بتبقى اساسي. بعملها كده زي ما اكون بصبع صباع كفته، وببتدي ان انا ارصصهم جنب بعض. ما اديش حيز فاضي يا جماعه بين الفيشايه وبعضها. بحب ان هو كله يبقى زي متلزق في بعضه، عشان لما بيبتدي يخمر ما يبقاش فيه اي فراغات وتحسي ان هي هبطت. لا يعني بتعلى لفوق يا جماعه، ما بينزلش، ما تحسيش ان هي هبطانه الارضيه. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين كده مسحت بقى سمنه في ايدينا، وابتدينا ان احنا نحطها على الوش زي ما انتوا شايفين، وعملنا الصوابع وبغطيه وبسيبه يخمر تاني. وبعد كده بدخله الفرن، بياخد حوالي ساعه الا ربع. هنا برد وسبته حوالي 6 ساعات يبرد علشان اقدر ان انا اقطعه ما يتبهدلش مني. بعد طبعا ما طلعته سبته 6 ساعات، وابتديت ان انا بقى اقطعه قدامكم عشان هندخله الفرن تاني، عشان هنبتدي ان احنا نقرقشه. طبعا زي ما انتوا شايفين العجينه بتاعتي طبعا والفايش طبعا طالع تحفه. زي بقى هو ولا مكتوم ولا مكتكت من جوه ولا ني. لما نقطع دلوقتي هتشوفي طبعا عجينه الفايش بتاعتنا من جوه مستويه ازاي، وطالعه متماسكه وماسكه نفسها. بس بجد ريحته يا جماعه في حته تانية خالص. السمنه البلدي والمحلب يا جماعه اساسي جدا كمان فيه علشان الريحه بتاعته. زي ما انتوا شايفين كده ابتدينا نقطعه، شايفين من جوه يا جماعه ولا مكتكت بقى ولا ني ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين بجد كان ريحته في حته تانية خالص. بنبتدي طبعا ان احنا نرصه في الصجان بتاعتنا، وبعد كده بنكون فاتحين الفرن عادي. طبعا ما بنعليهاش قوي علشان ما يحمرش من جهة واحدة، ومن جوه يبقى زي ان هو مستواش، او ان هو مش مستواش، ان هو من جوه يبقى طري. لا بوطي الفرن شوية المرة دي علشان بيتحمص على الجنبين. كل جنب بياخد حوالي ربع او تلت ساعة لغاية ما بشوفه قدامي ان هو احمر، وبسيبه يبرد. وبعد كده ابتدي ان انا اقطم واحدة كده واشوفها رقشت معايا تمام تمام. اهم حاجة ان هي من جوه ما تبقاش لسه طرية. بعد كده برضو زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا اقطع الباقي كله برضو وبرصه في السجان. وزي ما انتوا شايفين طبعا كده هوت. طبعا دي عشان اخدتها 2 طبعا فرقت شوية. فطبعا يا جماعة ما نعملوش رقيق قوي عشان ما يتحرقش مني في الفرن. ببتدي طبعا ان انا ارص كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة يا جماعة الفرن بتاعة التسوية كانت على درجة حرارة 200.
دي بقى الصوابع الاساسيه بقى طبعا اللي احنا بنجيبها من الصعيد اساسا. طبعا ده اساس الفايش اللي هو الصوابع ديت. زي ما انتم شايفين طالعه بالطريقه دي، تحفه جدا جدا. الفيديو يا جماعه بيتكلم عن نفسه النهارده، بجد حكايه. اما طبعا بقى لو انتم شامين بقى الريحه وريحه السمنه البلدي، بجد حكايه. والطعم بجد مفيش كلام. طبعا في ناس بتحب تاكله بعد ما بيطلع من الفرن على طول بالجبنه بقى، في حتة تانية خالص. بتكون القرص طبعا طرية وسخنة، بس بجد حكاية. نجرب الطريقة يا جماعة ونمشي بالظبط على الطريقة والمقادير، هيطلع معانا أحلى فايش. أنا عارفة طبعا إن هو تعب أكيد، بس بجد هيطلع الفايش حكاية وفي حتة تانية خالص. هتحسي فعلا إن انتي نفستي أي حد بيعمله. اهم حاجه زي ما انتم شايفين ان التقطيع تمام، ما رققش قوي يا جماعه التقطيعه بتاعتي علشان ما تتحرقش مني في الفرن. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، الصوابع اللي متقطع، القراص اللي متقطعه طالعين تحفه حكايه. الفايش بتاعنا بعد ما طلع من الفرن وبرد، اهم حاجه كده زي ما انتم شايفين ان انا اطمن كده ان هو بيتقرقش. وبعد ما بقطع كده باكسرها كده من جوه، طبعا مستويه، ما فيهاش حاجه طبعا نيه او طريه. بجد الفايش من الاخر يا جماعه. تابعوني دايما اهم حاجه على صفحتي مملكه الحلويات، عشان لسه هنشوف كل جديد.